الجديدة وبرنامجنا السويس. سعدنا من خلال هذه الحلقة مشاهدينا الكرام أن يكون ضيفي وضيفكم في الاستديو على الهواء مباشرة من خلال هذه الحلقة الكابتن أسامة عبد العزيز، المحلل الفني بتلفزيون القناة ولاعب نادي الإسماعيلي السابق ونادي القناة. أهلا بك معنا كابتن. أهلا بحضرتك يا دكتور. كل سنة وحضرتك طيب. كابتن، في البداية المجموعة الثانية ونادي منتخب السويس والنتائج الأخيرة للنادي. والله كان يمكن آخر مباراة كان في الأسبوع 19، كان النهاردة كان في مباراة مؤجلة ما بين نادي الإنتاج الحربي ونادي بورتو، كانت انتهت بفوز نادي الإنتاج الحربي على نادي بورتو بهدف مقابل لا شيء. يمكن كان باقي المباريات كانت اتلعبت يوم الجمعة اللي فات. كان السكة الحديد كسب كهرباء الإسماعيلية 1-0 على ملعبه. دجلة كان كسب الاتصالات بهدفين مقابل هدف واحد. نادي القناة يواصل نزيف النقاط وبيخسر نقطتين وبيتعادل مع نادي زد على ملعبه بالإسماعيلية 2-2، ويستمر نادي القناة في نزيف النقاط والتراجع إلى المركز الرابع بعد ما كان متصدر بفارق 7 نقاط. أصبح بيحتل المركز الرابع برصيد 38 نقطة ومتأخر بفارق نقطتين عن نادي زد اللي اعتلى الصدارة في الأسبوع الأخير. نادي الترسانة كسب نجوم المستقبل 1-0 أو مستقبل وطن عفوا، كسب المستقبل 1-0. نادي الإعلاميين اتغلب من العبور بهدف مقابل لا شيء على ملعب الإعلاميين. وهنا لازم نشيد بالدكتور عطية السيد المدير الفني لنادي العبور اللي بيحقق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي منذ توليه المسؤولية في نادي العبور، وهو الفوز الثالث على التوالي، واللي من خلاله كمان نادي العبور موقعه تحسن جدا في جدول الدوري واعتلى دخل في منطقة الأمان وفي نص الجدول. هنناقش بعد كده مع حضرتك الجدول، بس احنا بنقول الأول نتائج المباريات اللي تمت في خلال الأسبوع ده. كمان نادي النصر تفوق على نادي إيسترن كامباني بهدف مقابل لا شيء. ونادي السويس للأسف يواصل نزيف النقاط والخسارة الثالثة على التوالي، ويخسر من نادي بتروجيت على ملعبه بالسويس بهدفين مقابل لا شيء. وأخيرا كانت مباراة الإنتاج النهاردة مع نادي بورتو بهدف مقابل لا شيء لصالح نادي الإنتاج، ودي المباراة اللي كانت مؤجلة زي ما قلت لحضرتك. الجدول بتاع المجموعة لو بصينا على ترتيب الفرق بعد مباريات اليوم، أصبح نادي زد اف سي في المركز الأول بعد 19 مباراة برصيد 40 نقطة. نادي السكة الحديد في المركز الثاني برصيد 39 نقطة ومتأخر بفرق نقطة واحدة عن نادي زد اف سي. وادي دجلة اللي وصل صحوته في الدور الثاني ومع نهاية الدور الأولاني، وبعد ما كان متأخر وفي نص الجدول أصبح ترتيبه في المركز الثالث برصيد 38 نقطة. نادي القناة زي ما قلت لحضرتك ان هو النتائج تراجع النتائج في الفترة الأخيرة وسلسلة الخسائر والتعادلات وعدم تحقيقه الفوز لأكثر من مباراة على ملعبه أدى إلى تراجع نادي القناة للمركز الرابع ب 38 نقطة. وهنا لازم يعني سيادة الفريق ورئيس النادي والمسؤولين في نادي القناة مع كابتن محمد حليم طبعا لازم يشوفوا أسباب تراجع نادي القناة في الفترة اللي فاتت دي، لأن نادي القناة نادي كبير واسم كبير وعنده كل الإمكانيات، وعشم الجماهير ان هو كده ممكن يصعد السنة دي. يمكن كمان احنا شفنا الصرح الكبير اللي تم افتتاحه استاد هيئة قناة السويس الجديد في القرية الأولمبية، والتحفة المعمارية الكبيرة اللي اتعملت، ودي طبعا إضافة للاستادات والملاعب اللي في مصر. فيعني نادي القناة عنده كل الإمكانيات اللي تؤهله للصعود للدوري الممتاز، إمكانيات مادية وإمكانيات بشرية وإمكانيات فنية ولاعيبة على مستوى عالي، وانت فضلت متصدر للجدول تقريبا الدور الاول كله. فلازم التراجع ده لازم يتشاف له حل. ايه سبب التراجع في الفترة الأخيرة؟ سبب تراجع النتائج. يعني لو اتكلمنا طب هل مثلا الإدارة مقصرة ماديا؟ لا، أكيد لا. عمر نادي القناة ما كان بيحصل فيه تقصير مادي.
في مثلا غيابات، اللعيبه مش على المستوى، لا، بدليل ان انت قعدت الدور الاولاني كله متصدر الجدول. جهاز فني على اعلى مستوى، وجهاز فني متميز جدا. فلازم الاداره تقعد مع الجهاز الفني واللاعبين يشوفوا ايه اسباب التراجع اللي حدثت في النتائج الاخيره قبل فوات الاوان. احنا النهارده في الاسبوع ال 19، يعني تقريبا فات 4 مباريات من الدور الاولاني، فاضل لك تقريبا حوالي 10 ماتشات. لازم الفرقه لو هم عندهم الاصرار على الصعود، وانت احق بكده. طول عمر النادي القناه حتى وهو بيلعب في الدرجه الثانيه انا بتعامل كأن نادي دوري ممتاز، سواء في اللائحه بتاعتي، سواء في مكافئاتي، سواء في تعاقداتي مع اللعيبه، سواء في الامكانيات اللي موجوده جوه نادي القناه، وزادت كمان باضافه الاستاد اللي بقول لحضرتك عليه. فارجو ان اداره نادي القناه والجهاز الفني لنادي القناه واللعيبه يقدروا المسؤوليه الملقاه على عاتقهم، وان هم يستعيدوا نغمه الانتصارات مره تانية. كابتن اسامه، كمل الجدول. الناس في الشارع وجماهير نادي القناه في الشارع بتقول لك هم مبسوطين كده. مين اللي مبسوط؟ الجماهير واللعيبه والناس، وهم مبسوطين مظبطين نفسهم ان هم كده في الدرجه الثانيه زي ما هم مرتاحين كده، والدنيا متظبطه وبدلاتهم بتمشي ومكافاتهم بتمشي والدنيا ماشيه، وهم مرتاحين كده مش عايزين يطلعوا الدوري الممتاز، هم مش حمل الدوري الممتاز. فخلينا في الامان كده في الحته اللي احنا فيها، المنطقه الدافيه زي ما بنقول كده، وما ننزلش درجه ثالثه. هو مين اللي مش حمل الدوري الممتاز؟ الاداره ولا اللعيبه؟ كله احنا كده. لا يعني بص، انا اختلف. على وسائل التواصل الاجتماعي كلها بتقول لك ان هم مبسوطين كده. طيب انا اختلف مع الراي ده، ومفيش، وخاصه ان مفيش زي ما حضرتك قلت مفيش مبررات للخساره. هو طيب يعني نتكلم فني، وبرضه هرد على حضرتك في النقطه دي. يعني انا بحكم خبرتي، وبحكم معرفتي باللاعبين، وبحكم ان الواحد برضه كان لاعب سابق معاهم، فما ينفعش ما فيش لاعب بيفكر في كده. ما انا برضه يعني انا حتى بفرض ان انا هصعد بنادي القناه وهيستغنوا عني الموسم اللي بعده، على اساس ان انا كلاعب مثلا ما اصلحش للعب في الدوري الممتاز زي ما بيحصل في كل الانديه. طيب ما هو يتكتب، بس كله. بيتكتب في السي في بتاعي ان انا ساهمت في يوم من الايام في صعود نادي القناه للدوري الممتاز، باخد المكافاه بتاعتي اللي بتقررها اداره النادي، وبيتكتب في السجل بتاعي ان انا ساهمت في يوم من الايام في موسم كذا ان انا صعدت بنادي القناه. حتى الجهاز الفني، يعني النهارده لما باجي النهارده اقول مثلا كابتن ايمن المزين، ما هو بيتقال كابتن ايمن المزين صعد طنطا وصعد كذا وصعد كذا، صح ولا لا؟ فبيكتب في السي في بتاعه. فما اعتقدش ان الجهاز الفني او حد من اللعيبه عنده التفكير ده. قد يكون الجمهور ليه كل الحريه ان هو يقول اللي هو عايزه، لكن عقليه الجمهور مع كل الاحترام لكل الجماهير، عقليه الجمهور تختلف عن عقليه اللاعب وعن عقليه المدير الفني، وبالتالي ايضا عن عقليه الاداره. طيب هنتكلم على الاداره. اداره نادي القناه اداره محترمه جدا، اداره محترفه. الدكتور خالد راجل ممتاز طبعا. دكتور خالد بالظبط، يعني هو كمان من ساعه ما تولى المسؤوليه، ومجلس الاداره كمان جديد، يعني كابتن طارق فهيم عضو مجلس اداره، كابتن هشام عضو مجلس اداره، كلهم ناس رياضيين، وكلهم ناس على خلق، وعندهم يعني درايه كامله بالوضع. فما اعتقدش ان حد منهم يكون بيفكر بالطريقه دي. لكن على الجانب الفني بيحصل في فترات في الموسم عندنا اسمها فتره انخفاض المستوى. فتره انخفاض المستوى دي قد تحدث في منتصف الموسم، قد تحدث في نهايه الموسم، قد تحدث في بدايه الدور الاولاني، ملهاش توقيت. لكن هنا دور الجهاز الفني ان انا اشوف الانخفاض ده. انا النهارده مثلا عندي 30 لعيب مأيده، لو كان ال 30 لعيب دول عندي انا في 11 لعيب انا مستقر عليهم، عندي حصل انخفاض في المستوى 3 أو 4 لاعبين، ابدل، اغير. في لعيب انا شايفه متكاسل شويه، في لعيب متخاذل شويه، في لعيب مش موفق، في مثلا حصل عندي اصابه بتاع. هو ده الاتجاه اللي لازم الجهاز الفني يشوف له حل. لكن ان حد فيهم متخاذل او حد فيهم لا اكيد كابتن اسامه، اما نبص للنتائج كده وكم مباراه ورا بعض انت بتخسرهم بدون مبررات منطقيه، لازم في اسباب. وارد كمان ان يكون فيهم سوء توفيق.
يعني مش وارد كلهم يا كمان كابتن. يكون مش هيبقى طبعا. يعني كلهم. انت ماتش مثلا القناه وزد اللي فات، يعني غالبيه القناه الفرق اللي انت كان خسرت معاها انت متقدم كسبانها في الموسم الاولاني. بالظبط في الدور الاولاني. اه. القناه كان متقدم في مباراه زد بهدفين، لكن برضه في نهايه المباراه حصل التعادل. الجهاز الفني هنا هو المسؤول الاول، ان انا لازم ابحث في الاسباب، اشوف ايه الاسباب اللي ادت لانخفاض لاعبتي، وبالتالي ابدل. يعني حتى اداره القناه ما بخلتش على الفريق بالتعاقدات او بالاضافات يعني ده كان في الدور المفروض الثاني. في بدايه الدور الثاني كانت النتائج تفرق كتير، المفترض كده، انك انت عدلت وظبطت وشفت المفترض احتياجاتك كده. ايه ويمكن يعني واحتياجاتك نادي هتجيلك. القناه كان وصل الفرق محدش كمان هيبخل في عليك الصداره، بحاجه. كان وصل الفرق في الصداره لاكتر من 7 نقط، وان كان القناه بيكسب وكل الفرق بتتعادل وبتخسر. لكن احنا زي ما اتفقنا ودايما بنقول لما بنيجي نتكلم عن المجموعه دي يا دكتور عمرو، المجموعه دي من اصعب المجموعات اللي عندنا في مصر، ويمكن انا دايما بقول ان هي اصعب من مباريات الدوري الممتاز. ليه؟ لان الفرق اللي فيها كلها متقاربه. لو راجعنا مثلا الدور الاولاني بالدور الثاني هتلاقي في تغيير كبير في الجدول، اللي كان فوق نزل تحت واللي كان تحت طلع فوق. بتروجيت بيتسحب من تحت، النهارده بتروجيت ترتيبه السادس طالع من تحت لفوق. الاداره طبعا لما كانت استغنت عن الكابتن هيثم شعبان وتم التعاقد مع الكابتن سيد عيد، من ساعه ما تولى الكابتن سيد بخبراته طبعا، بتاريخه الكبير، بخبرته في المستوى دي وفي الدرجه دي طبعا غير تماما من شكل واداء بتروجيت. النهارده بتروجيت بيواصل الانتصارات، حقق 7 انتصارات ورا بعض و8 تعادلات، ما خسرش يمكن مع الكابتن سيد عيد يمكن مباراه او مباراتين. فاذا هنا في نجاح. فرقه العبور، واللي انا بحيي طبعا اداره نادي العبور، لان طبعا حضرتك عارف اسم نادي العبور، مع احترامي وكل الاحترام والتقدير لنادي العبور، لكن اسم نادي العبور وسط هذه المجموعه، خاصه ان دي سنه اولى اول مره دوري ممتاز ب وسط المجموعه الكبار دول، فطاح لغالبيته لاعب دوري ممتاز طبعا. وانا يعني انا بعتذر طبعا لاداره نادي الانتاج العبور الحربي لكن انا ازعل ان الاقي نادي السويس العبور متفوق عن نادي منتخب السويس والقناه طبعا. يعني والسكه الحديد وكل دول لعبوا بدوري ممتاز بالظبط. يعني احنا بنقول وبنعيد، المجموعه دي مجموعه صعبه جدا، ونظرا لتقارب المستوى وتقارب الانديه بينها وبين بعض، ده اللي بيخلي المنافسه شديده. والنهارده يعني انت مش عارف القناه بيلعب زد بره او جوه، مش عارف مين فيهم اللي هيكسب. القناه بيلعب دجله بره او جوه، مش عارف مين فيهم اللي هيكسب. كمان السكه الحديد السنه دي، يعني السكه الحديد خلال المواسم اللي فاتت كان دايما بتنافس على الهبوط. السنه دي السكه الحديد من اول الموسم بسم الله ما شاء الله عاملين اداء ممتاز، عاملين نتائج هايله. والنهارده السكه الحديد في المركز الثاني بفرق نقطه واحده، والاسبوع اللي فات هو اللي كان متصدر. فاذا النهارده في فرق عامله نجاحات، لكن انا برضو باكد ان يعني انا انقب لعيبه نادي القناه وجهازهم الفني والاداري عن ان هم يكون عندهم التفكير اللي الجماهير بتتكلم عليه. لكن طبعا نكمل الجدول. طبعا كابتن اسامه ان اي نتيجه مش تطلعك لقدام اكيد في تخاذل، اكيد طبعا. اي نتيجه تطلعك لقدام اكيد في اسباب، هو اكيد في تقصير، تمام. اكيد في تقصير. التقصير بقى هو لازم في تقصير، ما ينفعش ما يبقاش في تقصير، لازم في تقصير. الخسائر المتتاليه دي ليها اسبابها، سواء لنادي منتخب السويس او لنادي القناه، ودول اللي يعنونا في المنطقه بتاعتنا. عشان انا اقول ملهاش سبب، لا ليها سبب. احنا مش عارفينه بس هي ليها سبب، سواء بقى اللعيبه متخاذله، سواء الجهاز الفني مرتاح كده، او الدنيا مبسوطين كده، او الوضع بالنسبه لهم ايه، احنا ما نعرفش طبعا. لكن في تخاذل. انا اللي يهمني الارقام هي اللي بتتكلم بالظبط. هي غالبيه الفرق اللي سيادتك لعبت معاها وبتخسر منها المره دي، البعض منها انت لعبته في الدور الاولاني وكسبته. طب ايه اللي حصل؟ ايه الجديد؟ نادي القناه لغز. يعني ايه الجديد؟ نادي القناه لغز، واحنا قلنا ونشدنا خلاص الجهاز الفني مع الاداره لازم يشوفوا اسباب الاخطاء. تمام. لو جينا اتكلمنا على نادي منتخب السويس، لا منتخب السويس احنا عندنا لستة اسباب هنسردها مع بعض
للهبوط وتراجع المستوى. نكمل الجدول مع بعض ونرجع نتكلم على نادي منتخب السويس. احنا كنا توقفنا عند نادي الترسانة اللي في المركز الخامس برصيد 30 نقطة. في المركز السادس بتروجيت برصيد 29 نقطة. في المركز السابع المصرية للاتصالات 27 نقطة. في المركز الثامن العبور المفاجأة برصيد 27 نقطة. المركز التاسع للأسف منتخب السويس برصيد 26 نقطة. في المركز العاشر بورتو السويس اللي خلال الأربع مواسم اللي فاتوا كان بينافس على الصعود. بورتو السويس 26 نقطة. مستقبل وطن 20 نقطة. في المركز ال 12 الإنتاج الحربي بعد فوز النهارده رفع رصيده ل 20 نقطة. المركز ال 13 كهرباء الإسماعيلية اللي كان حقق 3 انتصارات متتالية مع الكابتن أحمد العجوز منذ تولي الكابتن أحمد العجوز المسؤولية، لكن للأسف خسر المباراة الأخيرة طبعا من سكة 1-0. فيمكن دي برضو أدت إن الفريق يثبت عند 18 نقطة. نادي النصر في المركز ال 14 برصيد 17 نقطة. ايسترن كامباني في المركز ال 15 قبل الأخير برصيد 16 نقطة. وفي المركز الأخير واللي تقريبا تأكد هبوطه نادي الإعلاميين برصيد 9 نقاط. ده بالنسبة لجدول المجموعة الثانية وشكل المنافسة فيه، واللي أنا بعتقد إنه في الآخر برضه هيفضل ما بين زد والسكة الحديد والقناة ووادي دجلة، وقد يدخل معاهم من بعيد الترسانة وبتروجيت، لكن الأقرب طبعا زد والسكة الحديد والقناة، دول أقرب فرق للصعود. طيب لو جينا اتكلمنا بقى على نادي منتخب السويس، أنا جاي النهاردة محمل برسالة من جماهير السويس بالحزن والألم على الوضع اللي فيه منتخب السويس. نتكلم الأول على الأسباب اللي خلت نادي منتخب السويس وصل اللي هو فيه. السبب الأولاني مجلس الإدارة وإدارة بحت، يعني سبب إداري بحت. مجلس الإدارة ما بيتعلمش من أخطائه. مجلس الإدارة منقسم على نفسه. مجلس الإدارة كله خلافات، مفيش يمكن 2 متفقين على رأي. وللأسف إن كمان مجلس الإدارة على الرغم إن كلهم يعني أصحابي وحبايبي وإخواتي الكبار ومنهم اللي أصغر مني، للأسف كمان الخلافات دي ما بقتش داخل الغرف المغلقة، ودي حاجة تزعل جدا. وإحنا كلمناهم يا جماعة لا، الخلافات لازم تبقى جوه مجلس الإدارة. النهاردة كمان الخلافات يا دكتور عمرو اتنقلت لصفحات السوشيال ميديا، وكل عضو مجلس إدارة على صفحته بيكتب، وده بيخبط في ده وبيخبط في ده، وده يقول وده بيتهم. الكلام ده يا جماعة انتوا أعضاء مجلس إدارة نادي منتخب السويس. نادي منتخب السويس اسم كبير، وانتوا جيتوا بانتخابات وجيتوا بوعود ووعدتوا ان انتوا في حاجات هتنفذوها. مفيش حاجة من الجدول الانتخابي يا دكتور عمرو اتعملت. لو تفتكر حضرتك نهاية السنة اللي فاتت احنا كنا مع بعض، وكان وقتها تم إقالة الكابتن سعد فاروق وتعيين الكابتن نبيل محمود، وكان تقريبا الدوري في نهايته لو تتذكر معايا حضرتك. تمام. وكنا هنا في الحلقة قلنا احنا مش شايفين مبرر للتغيير، مع انا لما اغير لازم يكون عندي اسباب للتغيير. يعني انا النهاردة عندي مثلا الجهاز الفني بيفشل، بس انا بنافس على الصعود، ففي تعثر ممكن ابتدي اغير في الوقت ده. يعني انا مش برمي كلام. لو الكلام ده النهارده حصل في نادي القناة وتم تغيير الجهاز الفني، مش هلوم ادارة نادي القناة طبعا. ليه؟ لان هو عايز يصعد، فعايز يلحق الوقت قبل ما يفوت. لكن وقتها كان خلاص نادي منتخب السويس لا هو هيهبط استقر في ولا هو صاعد ولا حتى مكسبه كان للاربع ماتشات اللي باقيين كان هيغير من مركزه. اللي حصل ان مجلس اداره منتخب السويس كان بيدور، وهو المبدأ اللي ماشي بيه. يعني احنا دايما بنقول البقاء لايه؟ للاقوى. مجلس اداره منتخب السويس بيدور على الجهاز الارخص او البقاء الارخص. ازاي؟ كان الكابتن سعد فاروق بياخد 70,000 جنيه، جابوا الكابتن نبيل محمود اخر 4 ماتشات او اخر 5 ماتشات 60,000 جنيه. طيب الكابتن نبيل محمود
كان في عدم توفيق، وده اللي احنا قلنا بيه ان يعني ساعتها قلنا الراجل انت جايبه هيقول لك اصل اللعيبه دي مش انا اللي جايبها، هيقول لك اصل انا مش صاحب الاختيارات، هيقول لك اصل عنده اسبابه اللي هيدافع بيها عن نفسه للفشل، وده اللي حصل. طب وبعدين تم ايه؟ تم اقالته في المباراه الاخيره وتم ادارتها من ابناء السويس. كان ساعتها الكابتن ياسر السيد وكابتن اينو اداروا اخر مباراه في الموسم لنادي القناه. طب انا لنادي السويس عفوا، طيب انا مش اتعلم من اخطائي؟ لا، بديت الموسم السنه دي بالكابتن ياسر الكناني اللي جبته بعد الكابتن نبيل محمود اللي هو كان ب60، فجبت الكابتن ياسر الكناني ب55. كلمه حق لازم تتقال في ظل الظروف اللي فيها نادي منتخب السويس، وفي ظل الفرق اللي موجوده في المجموعه اللي عمله كابتن ياسر الكناني، في ظل اللعيبه اللي موجوده معاه، يشكر عليه هو وجهازه الفني. ليه؟ منتخب السويس هل انت دعمت زي القناه وزي بتروجيت وزي دجله وزي زد؟ هل صرفت زيهم؟ لا، منتخب السويس مجلس الاداره اللي تولى بقياده الاستاذ اسامه الموشي فشل في ان هو يوفر دعم مادي لنادي منتخب السويس. هو النهارده احنا يعني الكوره في مصر يا دكتور عمرو بتعتمد على ايه؟ اساسي طبعا بتعتمد على الماده. النهارده احنا كابتن اسامه في هذه الجزئيه ان انا دلوقتي انا مجلس اداره وجاي وكتبت ان انا عايز ارشح نفسي ودخلت الانتخابات وترشحت ونجحت، انا داخل ليه؟ انت داخل عارف ان انت جاي عشان تصرف. ايوه، انت جاي ما معكش فلوس، معكش ما تترشحش، اركن بقى بالظبط، سيب المكان او غير. اما ان يكون عندك فكر ان هتقدر توفر موارد، وده اللي هم يا كابتن عشان النقطه دي كله بياخدها حماله عشان يركب ياخد المنصب، يقول لك اصل انا هنشوف موارد. هو احنا برضو مش عايزين انت مش هتعرف تشوف، مش عايزين نحجر على حد في عدم الترشح. انت عرضت برنامج يا كابتن اسامه، احنا جربنا كده دلوقتي هذا الكلام على الواقع العملي وعلى الترابيزه بدل المره 10. سيادتك الكوره النهارده فلوس بس. ايوه، ما احنا متفقين. انا بقول لحضرتك انت النهارده جاي معاك 10 تنفار وداخلين ولا 6 تنفار وداخلين كلكم مجلس الاداره، نجحتوا هتعملوا ايه؟ اصل انا هدبر موارد، قرارات، اصل انا هعمل معرفش ايه، ماشي. قرارات مجلس اداره نادي منتخب السويس كلها غير مدروسه، ودايما بتقود النادي من سيء لأسوأ، سواء في التعاقد مع اللاعبين، مع احترامي طبعا يعني انت كنت عامل لجنه فنيه، انا مع احترامي لكل شخص كان في اللجنه الفنيه، وتعاقدت في بدايه الموسم مع حوالي 20 لعيب في بدايه الموسم. طيب مين منهم اثبت كفاءه؟ انت في شهر يناير اللي فات ممشي 10 لعيبه منهم من ال 20 لعيب اللي انت جبتهم في ايه؟ ايوه، ومشيتهم في ايه؟ ومنهم وانت في امس الحاجه لكل جنيه خدوا فلوس ومشوا وما لعبوش، ما فادوش النادي بحاجه. تمام؟ طيب النهارده انت جاي في انتقالات يناير تعاقدت كمان مع 9 لعيبه، واذا سمحت لي اسردهم لحضرتك. اتفضل. تعاقدت مع علي الفرارجي جناح يمين من نادي السكه الحديد. هارون اسماعيل مدافع من نادي بورتو، وبمناسبه حته مدافع مساك انت مشيت احسن 3 لعيبه عندك مساكين، مشيت باسم عادل ومشيت ابراهيم تقريبا، عفوا بنسى اسمه يعني، ابراهيم مساك بتاع نادي منتخب السويس، ومشيت احمد فتحي، ومشيت يعني افضل 3 مساكين عندك مشيتهم. بتضطر، كان كابتن ياسر كان بيضطر يلعب بمين؟ الاثنين الناشئين، محمد عماد وهو خامه ممتازه جدا وخامه مبشره وان شاء الله جاي لنادي منتخب السويس واضافه لنادي منتخب السويس، وبتلعب بحازم مدحت، ولدين صغيرين، حازم مواليد 99 ومحمد عماد مواليد 2001. نادي منتخب السويس في ظل المنافسه دي محتاج يكون فيه 4-5 مساكين بدايل، ما مشيش افضل ناس عندي غير لما تعاقد مع اللي افضل منهم. انت ما جبتش غير هارون، وجبت احمد العش اللي كان لاعب بالنادي الاسماعيلي والنادي الاهلي السابق، واخيرا جاي من الانتاج الحربي، ولغايه النهارده احنا بعد مرور 4 جولات من الدور الثاني مفيش حد للاسف منهم شارك.
جبت محمد حتى جبل من المهاجم كمان ما شاركش. لا مفيش حد شارك منهم. امال جايبهم ده ليه؟ انا هقول لحضرتك على اللي اكتر من كده. كمان محمد جبل من ابو قير، واحمد سقراط من نادي بيونير، واسلام بسيم علي الشهير بسيمه. وكمان كان في 3 لعيبه افارقه من نادي سيراميكا. دول نادي سيراميكا كالعاده زي موضوع القرموطي السنه اللي فاتت، جاي بدون مقابل من نادي سيراميكا. في جودوين مهاجم، وهنري وسط مدافع، وابراهيم عبد القادر هاف ليفت. كام لاعب من دول في خلال 4 مباريات شارك من ال9 لعيبه دول؟ مفيش. طب انا جايبهم ليه؟ يعني المفترض ان ولا انت رحت تعاقدت معاهم لوحدك من غير ما تاخد راي المدير الفني، فالمدير الفني مش عاجبينه؟ هو انت كنت بتمشي بقى، كنت بتمشي المدير الفني وبتجيب مدير فني تاني وداخل في الدوامه دي. يعني احنا برضو لو كملنا بعد ما الكابتن ياسر كناني عمل كده، اخر حاجه انت مشيته وجبت الكابتن احمد ساري ب50,000 جنيه. فانت زي ما قلنا نازل بقى من فوق من 70 ل 60، اللي بتدور على اللي ارخص. انا عارف ظروف النادي وعارف مفيش فلوس، ماشي اوكي، بس انت كمجلس اداره انت جاي دورك ان انت توفر فلوس. النهارده اللعيبه متاخر لهم 6 مكافآت فوز، عشان كده اللعيبه بتخسر. 6 مكافآت فوز. انا مش هقول سبب لان برضو مش عايز اتكلم على حد تاني. طب ما هو في المجموعه مجموعه بحري نادي جمهوريه شبين ما بياخدش ربع اللي بياخده من نادي منتخب السويس. وجمهوريه شبين لغايه الاسبوع اللي قبل الماضي كان هو متصدر الترتيب، والنهارده بيحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 33 نقطه، اللي متصدرها ديكيرنس ووراه طنطا برضه. يعني برضه مجموعه مشتعله 34 نقطه و33 نقطه و33 نقطه و31 نقطه، اللي هم بالظبط كده ديكيرنس وطنطا وجمهوريه شبين وبلديه المحله وابو قير الاسمده. 5 فرق بينافسوا ورا بعض، 34 33 33 31 31. تمام. فانت القصه مش قصه فلوس، قصه برضو ان اللعيبه لازم يكون عندها دوافع. انا مش عايز برضو ان انا ارمي كل حاجه على الفلوس، لكن في تقصير من مجلس الاداره، في تقصير في اختيار عشوائي للصفقات، في رحيل للعيبه بدون دراسه وبدون ان انا اشوف النادي محتاج ايه. لا ده بيحصل. انا بمشي لعيبه مهمين جدا ومفيدين للفريق، باسم عادل كان افضل مدافع عندك في الفرقه، وبجيب ناس وغير ما بتضيفش وغير يا دكتور ان افضل لاعب عندك في الفرقه من هدافين الفرقه باسم عادل، ورغم ذلك انت مشيته. هيطلع طيب يقول لك بقى اصل العقد بتاعه خلص، اصل بعد ال5 شهور هيمشي ولا بعد 3 شهور. ما انا اجدد له يعني اللي انا بجيبهم ما اللي انا جبتهم يا فندم، اللي انا جبتهم ببلاش، ما انا اجدد لهم المفروض. يعني كل دي كمان النهارده. ما هو المشاكل مش مشاكل كمان في الموضوع ده بس، جوه النادي النهارده الملعب اللي كان بيلعب عليه الناشئين سيء جدا للغايه وباظ، والنهارده الناشئين بتضطر تلعبهم في دوري المرتبط على الملعب اللي بيتمرن عليه الفريق الاول، وده ما كانش بيحصل. يعني انت بقالك موسم الملعب بايظ من نهايه الموسم السنه اللي فاتت ومش عارف تصلحه، اكيد برضو عشان ما فيش فلوس. كنا تغنينا وقلنا النادي الاجتماعي والاخيرا السويسه لقوا منفذ ان هم يقعدوا فيه. النهارده تروح النادي الاجتماعي تلاقي للاسف الارضيه بتاعه النجيله ابتدت تتاكل، والنادي برضو مهمل، محتاج اهتمام اكتر من كده. مشاكل كتيره يا دكتور عمرو، اسبابها الاولانيه الاداره، وسبب الخلاف الاولاني الخلاف اللي بين اعضاء مجلس الاداره. يا جماعه هذه الخلافات وهذه الموضوعات متاحه وموجوده طول الموسم، ومعانا لسه في حلقات برنامجنا السويسه القادمه ان شاء الله. لكن حديث الساعه منتخب مصر للشباب. طيب اذا سمحت لي يا دكتور بس كما يطلق عليه. طيب. والكلام اللي داير في كل حته، وازاي منتخبنا في بلدنا وعلى ارضنا وسط الجمهور بتاعنا، وازاي يحصل فينا كده. طيب اذا سمحت لي بس قبل ما نخش على موضوع منتخب الشباب والكارثه اللي حصلت، عندي بس كلمتين يخصوا جمهور السويس.
لازم اقولهم طبعا قبل ما نخش في اي موضوع تاني، ومناشده لاخواتي الكبار في مجلس اداره نادي منتخب السويس. يعني اولا طبعا لازم يتقبلوا كلامي، ما يزعلوش مني، لان انا طبعا هدفي الاول والاخير هو مصلحه هم نادي كلهم منتخب طبعا السويس. برنامجنا السويسه مفتوح للناس كلها، اللي عايز طبعا يرد طبعا، واللي عايز يعني يعمل مداخله تليفونيه، واللي عايز يجي معانا في الاستوديو يعني تحت امرهم وكلهم طبعا. اخواتي، لكن بنسعد احنا ونتشرف طبعا بيهم طبعا بنتكلم لمصلحه نادي منتخب السويس. ارجوكوا كلكم اسامي كبيره، كلكم ناس محترمين، كل واحد فيكم على حده شخصيه محترمه جدا، وكلكم اسامي كبيره، كلكم لكم كل احترام عندي. اتمنى مشاكلنا نقفل عليها، حتى لو في خلاف ما يخرجش بره اوضه مجلس الاداره. واتمنى، لان النادي في موقف صعب جدا يا دكتور عمرو، ويمكن احنا من اول الموسم قلنا يا جماعه الموسم ده موسم استثنائي، مش بس في تاريخ نادي منتخب السويس، في تاريخ الكوره المصريه كلها، عشان من الموسم الجاي دوري المحترفين الاول هيصعد دوري ممتاز، الخمسه اللي بعد منه في كل مجموعه في دوري المحترفين. مش ما ينفعش نادي منتخب السويس ما يكونش لا في اللي صاعد ولا في الخمسه دول، ما ينفعش. اسم نادي منتخب السويس نتمنى كبير. طبعا تدارك هذا الموضوع طبعا طيب سريعا. امبارح كان في تمرين رابطه مشجعي نادي منتخب السويس، يعني عملت حاجه جميله جدا، كلهم راحوا التمرين وعملوا مسانده ودعم لمجلس للفريق وللنادي، والمدير الفني وكلهم طبعا طبعا يعني حملوني رساله. كابتن طارق الدف حملني رساله ان يا جماعه كلنا ايد واحده، كلنا صف واحد، كلنا ورا الفرقه. مجلس الاداره لازم كلنا نتحد على قلب رجل واحد، لازم كلنا نكون ورا النادي. انسوا اي خلافات. صعب جدا ان نادي منتخب السويس ينزل تاني، كفايه ان نادي منتخب السويس 22 سنه في الممتاز به مش عارف يطلع للدوري الممتاز، ينزل كمان للدرجه اللي هتبقى الدرجه الثالثه بعد كده، صعب جدا. ارجوكم نمحي اي خلافات. احسن حاجه موجوده في السويس يا دكتور عمرو جمهور السويس العظيم، اللي هو عاشق لناديه ومساند لناديه، وعنده يمكن نادي منتخب السويس اغلى من بيته وعياله. تمام. ننتقل بقى للمنتخب. قلنا لهم كده مناشده بس كده بسرعه، مناشده للسيد اللواء عبد الرحمن هريدي مدير الامن، والسيد عبد المجيد اللواء عبد المجيد صدر محافظ السويس. بعد اذنكم النادي محتاج جمهور ومحتاج مسانده جماهيره. بعد اذنكم احنا بنشوف الملاعب في المحافظات التانيه داخل فيها بال10,000 وبال5,000 وبال3,000، واستادات اقل امكانيه يمكن مراكز شباب وملاعب مفتوحه، وبنشوف المدرجات مليانه باكتر من 5 و10,000 متفرج. نادي منتخب السويس يوم ما بيدخل له جمهور يا استاذ عمرو ما بيتخطوش ال500 واحد. بعد اذن سيادتك يا فندم نسمح للجمهور ان هو يدخل، ولو فيه سين او صاد بيعمل مشاكل بعد اذنك ما يخشش، ما انت عارف يتمنع، ببطاقته وباقي الناس تدخل بالتعاون مع الرابطه طبعا، يقدموا كشف الاسامي بالتعاون مع يعني كابتن محسن عنان رئيس المنطقه. كلهم يعني هيكونوا داعمين لنادي منتخب السويس. لكن يا فندم النادي محتاج لجماهيره. تمام. منتخب الشباب حديث بص يا دكتور، مصر كلها منتخب الشباب لازم نعترف اللعيبه اللي موجوده في منتخب الشباب لعيبه مميزين جدا، وجيل كنا متوقعين ان هو يكون امل مصر، ويمكن احنا شفناهم في البطوله العربيه. كابتن محمود جابر مع احترامي ليه ظلم نفسه بايه؟ كابتن محمود جابر عنده لعيبه مميزه، وعنده لعيبه معروف مين الاساسي ومين الاحتياطي. لو بصينا على المباراه الاولانيه، احمد نادر السيد الحارس الاساسي ما بيلعبش، حواش كان من نجوم البطوله العربيه ما بيلعبش، احمد شريف هداف المنتخب ما بيلعبش، يوسف حسن من اللعيبه المهاجمين الجامدين اللي كان في نادي المقاولين وبعد كده انتقل لنادي الزمالك ما بيلعبش. اكتر من 7-8 لعيبه، عشان ما تفوتنيش اسامي تاني، اكتر من 7-8 لعيبه من اللعيبه الاساسيين قاعدين على الدكه، وشفنا اللعيبه اللي نزلت مكانهم.
طب الاختيارات طب دي انت يا كابتن محمود، مين اللي اسمه في الاخر هو اللي هيتحط وهو اللي هيشيل اكيد الشيلة؟ طبعا الجهاز الفني اللي بس بيشيل. انت اه ما انا بقول، شوف اول يعني كلمه قلت حد ايه؟ اجبرك انك انت تحط كابتن الاسماء دي محمود غير جابر الحقيقه؟ ظلم نفسه. ظلم نفسه. المنتخب ده لو احنا كان اول مره نتفرج عليه كنا قلنا هو ده مستواهم، لكن لا، احنا شفناهم في البطوله العربيه ازاي قدموا مستويات كويسه، وازاي تألقوا، وازاي ان فيهم النهارده خدوا المركز لعيبه الثاني بالظبط. والنهارده معلش يا احمد شريف، النهارده يعني هو مش مهاجم منتخب الشباب بس، هو ده لعيب اساسي في نادي فاركو في الدوري الممتاز، وكان تم ضمه قبل كده في معسكر لمنتخب مصر الاول. فمعنى كده ان الولد خامه مبشره ولعيب كويس. باقي اللعيبه اللي انا ذكرت اساميهم لعيبه ممتازين. عمر فايد المساك بتاع نادي المقاولين ومساك المنتخب لعيب ممتاز. المنتخب فيه خامات ممتازه. واتمنى كمان ان اتحاد الكوره يعني حتى بعد الاخفاق ده، لان احنا ماشي هنسرح المنتخب، هل بعد كده دول مش هيلعبوا منتخبات؟ ما احنا هنحتاجهم. اتمنى ان المنتخب يستمر، لان احنا عندنا برضو منافسات جايه، والمنتخب ده بعد كده هيخش جوه المنتخب الاولمبي، لكن اللعيبه فيها خامات كويسه. كابتن محمود جابر كان لازم اهتم جدا بالبطوله، خاصه ان انت تصريحك كابتن محمود قبل البطوله بيوم انا داخل انافس على كاس افريقيا. انت مع احترامي يعني داخل تنافس على كاس افريقيا، تتغلب ماتشين وتتعادل الماتش الاولاني مع موزمبيق على ملعبك وسط جمهورك. فين بقى المنافسه اللي انت داخل تنافس طب على؟ هو السؤال هنا يا كابتن اسامه، اتفضل. انت اللعيبه اللي حضرتك قلت عليهم دول فين هم من الماتش؟ ما لعبوش ليه قعدوا على ده ما دكه انا بقول البدلاء؟ لحضرتك، هو مين اللي ظلم، اختار الاختيارات هو دي؟ ظلم نفسه بان هو ما اداش فوق بص يا دكتور، انا اعتقد يعني كابتن محمود حسبها الماتش الاولاني ماتش موزمبيق، وموزمبيق فرقه مش قويه وانا هكسب الماتش. طيب جينا اتعادلنا وما عرفناش نكسب. المفروض بقى تاني ماتش كمان تلم نسيت، الدنيا بقى. نسيت يعني برضو كان اياد العسقلاني قاعد احتياطي، وكان عمر الساعي لعيبه النادي الاسماعيلي قاعدين احتياطي. ويمكن شفنا لما عمر نزل الشوط الثاني هو واحمد شريف ويوسف حسن، اللعيبه ابتدت، الفرقه ابتدت تتحرك، وشفنا هجمات خطيره على موزمبيق. لكن طبعا ما كانش فيه توفيق ان الفرقه، او كان الوقت سرق الفرقه واللعيبه. في تنزيل حتى اللعيبة. التغييرات حتى التغييرات اتاخرنا فيها. احمد نادر السيد هو الحارس الاساسي بتاع منتخب مصر. انا مش بقول ان الحارس اللي لعب مستواه لا سمح الله قليل، او ان هو كان سبب في هدف من الاهداف اللي دخلت، لا، لكن انا بتكلم على قوام الرئيسي. انا عندي معروف ده رقم واحد وده رقم اتنين. ايه الداعي ان انا العب برقم اتنين ورقم واحد كويس؟ يعني مش فاهمها. علامات استفهام. مش فاهمها طبعا، مش فاهمها. وما اعتقدش ان حد من اتحاد الكره هيدخل يقول له لاعب فلان وما تلعبش فلان. ما اعتقدش. اتحاد الكره ممكن يكون اخطا في انه برضه قبل البطوله مباشره، يعني يمكن من ساعه البطوله العربيه ما توفرتش مباريات قويه للمنتخب. يمكن دي الحاجه اللي انا اقدر هي المشكله هنا يا كابتن اسامه، انتوا كاتحاد كوره كناس مسؤولين عن كره القدم في مصر اتفاجئتوا فجاه ان احنا اللي بننظم هذه البطوله، ولا حضراتكم عارفين والله من سنتين؟ يعني تقريبا هم اتفاجئوا، لان يمكن حضرتك حتى كمان شفت ان احنا البطوله دي عندنا وهتتلعب على ارضنا، ولازم يبقى لنا عندنا منتخب. الناس كلها لازم طول السنتين دول الفريق ده بيلعب ماتشات جاده وماتشات قويه عشان لما يجي يلعب ما نتفاجئش بالمستوى اللي احنا اتفاجئنا بيه ده. كل الناس يا دكتور مستاءة. يمكن حتى حضرتك تابعت حفل الافتتاح، لا يليق طبعا بمصر العظيمه يعني ان تعمل حفل افتتاح بهذا المستوى، خاصه ان يعني انت كنت متابعين كلنا افتتاح اللي تم في السعوديه لكاس العالم للانديه، وشفنا قبل منه افتتاح وختام كاس العالم اللي تم في قطر. احنا مش اقل، بالعكس. يمكن افتكر البطوله الافريقيه اللي كانت اتعملت هنا، كان كابتن محمد فضل تقريبا رئيس اللجنه المسؤوله عن البطوله، كان اتعمل افتتاح اسطوري هنا في مصر. فازاي انت النهارده ما تعملش افتتاح كويس يليق بمصر وامكانيات مصر؟ هو السؤال فالناس كلها مستاءة بصراحه يعني. مع الاستياء الشديد لجماهير الكره المصريه في كل مكان من النتائج طبعا، ومن الصوره الغير لائقه باسم منتخب مصر ان هم دول يعملوا في كره القدم كده.
الناس دي مش صغيرين في كرة القدم يا كابتن. لا للاسف طبعا يعني كلهم عشان وعندهم تقول لي وعندهم انا خبرات. النهارده والاستاذ جمال علام رئيس حضرتك يا اتحاد الكره كابتن دي تاني لعبت دوره ليه، لعبت مش فريق اول اول، مره. لعبت فريق اول سنة كام يا كابتن؟ عندك آه، كام سنة؟ انا دلوقتي 46 سنه. لا عندك كام سنة ساعتها؟ يعني انا لما لعبت فريق اول كان نادي الشهداء، لان انا طبعا مشيت من الاسماعيلي كان عندي 17 سنه. في نفس السنه لعبت فريق اول نادي الشهداء. 17 لكن سنة. اول مباراه ليا كان مع فريق اول لما كنت في اسيوط، كان عندي 14 سنه بالظبط. كنت بلعب مع مركز شباب منفلوط، لعبت في نادي منفلوط وانا عندي 14 سنه بالظبط. لعبت درجه تانية وانا عندي فريق 14 اول سنه. ايا كان الفريق فين حتة، مش طبعا شرط في طبعا. لا مكان ما انا معين. بقول لحضرتك لكن كستايل، كلاعب كرة قدم، لعبت بدأت تلعب وتاخد فرصتك وانت عندك 14 سنة. طب احنا دول عندهم 20 سنة يا كابتن. ما هو فيهم لعيبه بتلعب في الدوري الممتاز يا دكتور. طيب يعني انا مش لا يعني دول مش ناشئين يا في كابتن. لعيبه في لعيبه بتلعب في الدوري. انا كمان يمكن برضو من ضمن الحاجات اللي انا مستغرب لها ان عندنا في السن ده في لعيبه كتير قوي من ابناء المصريين اللي عاملين بالخارج بيلعبوا في انديه متفرقه في اوروبا. يعني احنا النهارده ايه سبب ان الدول الافريقيه سبقتنا وابتدت ان هي تتفوق علينا؟ بتلم ولادها من كل حتة. بتلم ولادها، وفي نفس الوقت مش كده، الاكاديميات بتاعت الانديه الاوروبيه بتروح للدول الافريقيه تعمل اكاديميات، بس مش زي الاكاديميات اللي موجوده عندنا، اكاديميات بجد. يعني مثلا مش يدفع عشان تلعب. بيجي ما هو اللي بيحصل ايه، بيجي نادي باريس سان جيرمان مثلا او نادي ريال مدريد او نادي، يعني اغلب الانديه برضو عشان اكون صادق بتبقى الانديه الفرنسيه طبعا عشان الدول دي ناطقه بالفرنسيه، فاغلب الانديه الفرنسيه بتلاقي موناكو، تلاقي باريس سان جيرمان، تلاقي مارسيليا، تلاقيهم عاملين اكاديميات في الدول الافريقيه. بياخد اللعيبه ببلاش كده. بيجي طبعا. ما انا هقول لحضرتك على حاجه، طب ما احنا بيجي عندنا اللعيب هنا في بدايته بيجي يلعب عندنا ببلاش. لو تتذكر اوتاكا لما جه الاسماعيلي جيب $1000 اول عقد اتعمل له ب$1000، وكان لعب في المقاولين سنه ببلاش، ويمكن حتى المقاولين ساعتها ما ظهرش غير في الاسماعيلي، هداه للاسماعيلي. طبعا. ماشي. اوتاكا لعب في الاسماعيلي كان عنده 18 سنه لما اتنقل يعني لعب سنه في المقاولين وهو عنده 17 سنه، واتنقل للاسماعيلي كان عنده 18 سنه. احنا برضو ما احنا بنجيب. السؤال بقى يا كابتن اسامه، انت دفعت فلوس وجبت لعيب من بره ولعبته فريق اول، طب ما الناشئين بتوعك اولى. ايوه ماشي، انا برضو محتاج امكانيات. يعني برضو انا ببص ما فيش، يعني مش مشكله ان انا اجيب برضو محترفين من بره، لكن المشكله في ايه؟ يعني برضو حضرتك هتاخدنا النقطه ان احنا النهارده بنعاني من مركز راس الحرب عندنا في مصر. نتيجه لايه؟ يعني ان غالبيه اللعيبه انت بتجيبهم من بره. ساعه اعتزال عماد متعب ما عندناش راس حربه غير مصطفى محمد، صح كده؟ اي حد تاني جنب مصطفى محمد او بعد مصطفى محمد او بديل لمصطفى محمد هو بديل، لا يصلح ان هو يكون راس حربه اساسي لمنتخب مصر. النهارده لازم نتفق مين النادي رقم 1 في مصر؟ هو النادي الاهلي. طيب النادي الاهلي جمهوره وادارته وجهازه الفني بيعانوا من راس الحرب. مين رؤوس الحرب الاساسيين في النادي الاهلي؟ محمد شريف، شادي حسين، وكان عندك طبعا حسام حسن جبته من سموحه ما اثبتش نجاحه مع الفريق فرجع تاني لسموحه. طيب مين راس الحرب الاساسي في نادي الزمالك؟ سيف الجزيري مهاجم تونس. تبص الاسماعيلي فراس شواط. تبص النهارده مين هداف الدوري المصري الدوري الممتاز؟ مابولولو مهاجم الاتحاد افريقي، واحمد الشيخ مهاجم المحل. لكن طيب احمد الشيخ هداف الدوري، هل تعتقد حضرتك ان في معسكر من المعسكرات للمنتخب هيتم ضم احمد الشيخ؟ ما اعتقدش. لو بيلعب في الاهلي طبعا هيتضم. للاسف لو في اهلي او زمالك، عشان ما نبقاش بنتكلم على الاهلي بس، لو في اهلي او زمالك هينضم. لو مش جايب ما انت بتضم محمد شريف وهو مش جايب نص اهداف احمد الشيخ، بتضم حسام حسن وهو مش جايب نص اهداف، والمعسكر اللي فات كان معاك المهاجم الثاني بتاع الاهلي اللي انا لسه طب هو الكلام ده صح يا كابتن اسامه؟ شادي، انا اسف، شادي حسين. الكلام ده صح؟ لا مش صح هل طبعا. يعقل ان انا عندي منتخب مصر وبشكل منتخب مصر ايا كان، للناشئين للكبار للصغيرين للجن الازرق ايا كان، وما بيبقاش فيه الهداف بتاع الدوري؟ هل ده يعقل؟ طيب ما هو ده العقليات اللي بتدير، دي العقليات اللي بتدير.
وده اللي سبب تاخر منتخب مصر. طب اقول لحضرتك على حاجه، اتفضل. تعال ناخدها من زاويه تانية. النهارده قطاعات الناشئين اللي شغاله دي كلها دي، انت دورك ايه؟ يعني انت دورك ان اقول النادي الاهلي بطل مثلا مسابقه 17 سنه، نادي الزمالك بطل مسابقه 20 سنه، نادي مش عارف ايه بطل مسابقه 15 سنه. هو ده دورك، ان انت بقطاع الناشئين بتاعك كل الملايين يعني اللي انت بتصرفها دي، ان اجي في الاخر اصل انا خدت بطوله الفرقه. طب عملنا بيها ايه؟ فين اللعيبه اللي انت بتطلعهم؟ النهارده كل المدربين الخبراء اللي موجودين في قطاعات الناشئين، المفترض ان انت عارف ان انت عندك عجز في مركز راس الحربة او مركز اللاعب المهاجم. كل قطاعات الناشئين في مصر تنزل تدور وتشتغل ان انا اطلع راجل مهاجم كويس. بتطلع لعيبه. النهارده الاهلي عنده كام ناشئ في فرقته، الزمالك عنده كام ناشئ في فرقته، الاسماعيلي مطلع كام ناشئ في المقاولين، مطلع كل انديه الدوري المصري مطلع كام ناشئ في فرقته. كله بيدور على اللعيب الجاهز ويشتري من هنا ويشتري من هنا ويشتري من هنا. وهي دي مشكلة. بالاضافه لان طبعا الاهلي يقول لك انا بنافس في افريقيا، الزمالك انا بنافس في افريقيا، فيوتشر انا بنافس في افريقيا، بيراميدز انا بنافس برضه. مهاجمين بيراميدز ما هو الاثنين افارقه الاساسيين، الاثنين افارقه. طيب هو السؤال هنا فين بقى الفرود اللي اللي هو لازم هيشيل نجاوب عليه تاني يا كابتن هجوم أسامة. منتخب مصر. السؤال الأساسي اللي لازم نجاوب عليه، ما هو الهدف من كرة القدم في مصر؟ هل الهدف من كرة القدم في مصر ان الاهلي ياخد الدوري او ياخد الكاس او الزمالك ياخد الدوري او ياخد الكاس وشكرا على كده؟ والله ده سؤال يجاوب عليه ولا المسؤولين الهدف بقى، لان احنا كده الهدف للسادة كده المسؤولين يردوا علينا، ولا الهدف وخلاص يعني. ان اطلع من الناس يعني دي احنا كلها منتخب مصر النهارده يشرف وحاجه تجيب لنا نتائج للاسف كويسه؟ نتائج الفرق المصريه كلها بلا استثناء بما فيهم الاهلي في كام هزيمه متتاليه افريقيا مش على المستوى. يعني نادي الزمالك بيشارف على الخروج من دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي انا يعني خساره كبيره طبعا 4-0 وغيره انا واثق ارقام صعبه ان طبعا. النادي الاهلي هيصعد ان شاء الله للدور الثاني، لان النادي الاهلي عنده فرصه وقادر ان هو يعوض ويصعد للدور الثاني. لكن نادي الزمالك هيخرج. طبعا فيوتشر اتغلب من الجيش المغربي في المغرب 2-0. هي مشكلتي دلوقتي يا كابتن اسامه، اتفضل، الاهلي والزمالك والبيراميدز ودول بيلعبوا في افريقيا، ولا مشكلتي منتخب مصر لكرة القدم؟ ما هو ده لازم، هو الفكر لازم يكون كده. تمام، يعني الناس دي كلها المفروض كل دول انا عامل الدوري وعامل الكاس علشان يفرزوا لي لعيبه تليق بمستوى واسم وتيشيرت منتخب مصر، يطلعوا يمثلوا منتخب مصر، اجيب بطولات. انا اتمنى يا دكتور، ده اللي احنا نتمناه. اتمنى لو في امكانيه ان احنا نطبق نفس الفكر اللي طبقه اتحاد كره اليد على الكوره، اللي هو بيسمح الاتحاد اللي هو المنظم للعبه في البلد ان هو اللي يخرج اللعيبه الصغيرين للاحتراف. احنا لو خرجنا اللعيبه الصغيره للاحتراف هيبقى عندنا بدال اللاعب 100 لاعب. انت تعرف ان دوله زي نيجيريا مثلا فريقها الاول اللي بيمثلوه كلهم بيلعبوا في اوروبا. السنغال لما قابلتنا في التصفيات فريقها الاول، حتى منتخب الناشئين اللي كسبنا كلهم محترفين في اوروبا. ده اللي خلى فيه فرق بيننا. معلش احنا برضو عندنا دورات الناشئين ضعيفه، يعني انت برضو بتلاقي اهلي وزمالك ومقاولين واسماعيلي ومصري، والباقي كله مستويات ضعيفه واستثمار ولاعيبه دافعه فلوس. انت بتعمل البطوله بس عشان انا سيادتك هتدفع كام عشان نلاعب الولد، وهتعمل ايه عشان نعمل ايه وكده يعني. عندي لازم قطاعات الناشئين دي يكون هدفها الاول افراز لاعب للفريق الاول، مش ان انا احصل على بطوله. جميل ان انت وكمان يا كابتن مش الهدف ان هو يدفع، ما احنا كله بيعمل اكاديميات عشان سيادتك تروح تدفع عشان ابنك يلعب كوره، عشان يطلع زي محمد صلاح وزي غيره. انا بقول لحضرتك احنا برضو يعني الكلام اخدنا هم هناك لما بيبعتوا يعملوا اكاديميه في الدول الافريقيه، الولد بيلاقوه 12 13 سنه 14 سنه بيروحوا واخدينه مسفرينه على اوروبا. يبتدي بقى يعيش وبيدوا له فلوس يا كابتن ولا بياخدوا منه فلوس؟ لا بيدوا له طبعا حلو. فلوس. اللي بيدفع فلوس ده ايه بقى يا كابتن؟ وبعدين هو اللي بيدفع فلوس ده ايه يا كابتن؟ بيبقى عنده الموهبه وبيدفع فلوس ولا انت محتاج له؟ بيسافر ببلاش، لان هو كمان في الاساس وهو بيلعب في الاكاديميه هو ماضي عقد مع النادي ان انا الولد اللي هيتميز مجرد ما بيدخل الاكاديميه بتتولى. يمكن لينا تجربه يعني برضو في وقت كده نحكيها، تجربه مثلا زي بتاعه نادي مازيمبي. يعني بدأوا من الصفر واكاديميات وبتاع لغايه ما وصل مازيمبي انه بقى واحد من الفرق القويه المرعبه في افريقيا.
طبعا. احنا محتاجين نظره يا دكتور من القاعده من تحت، قاعده الناشئين. الاول يا كابتن محتاجين الاجابه على التساؤل: ما هو الهدف من كره القدم في جمهوريه مصر العربيه؟ بالظبط. ان انا ادي الكاس للاهلي وادي كاس الدوري للزمالك وشكرا. احنا مش عايزين بس عشان ما وزمالك. حدش يتهمنا ان احنا بنهاجم الاهلي بس يا كابتن انا بقول اهلي، بقول زمالك، بقول بيراميدز، بقول اي نادي يعجب حضرتك. بالظبط. هو الهدف ان انا بعمل هذه البطوله علشان الفرق دي تطلع لي فريق قوي اقول ده منتخب مصر، ولا الهدف ان لا انا طبعا، اقول سيادتك فزت بالدوري المحلي لازم بتاعنا وسيادتك خدت الكاس المحلي بتاعنا؟ ايه الهدف؟ ده في الاخر المفترض ان هو يصب في صالح يكون المنتخب، في خدمه منتخب مصر بس كده. المفروض الكوره دي كل كلها ده يكون في لخدمه منتخب طبعا مصر بس. طبعا في خدمه الفريق القومي. تمام. طبعا طب لما ده سيادتك بتجيب لي العناصر الاساسيه كلها اللي بتلعب في غالبيه الانديه دي كلها من بره، لما اجي انا العب كمنتخب مصر، طب ما انا مش لاقي اللعيبه دي، انا مش عارف اجيبها، هبعت اجيب بقى من افريقيا ادي له جنسيه مصريه عشان يلعب باسم منتخب وللاسف مصر؟ انت ولا بتدور هعمل يعني ايه؟ لما بتجيب ايه في المراكز اللي انت محتاجها. انا لو دورت عندي يعني النادي الاهلي النهارده بكل قطاعات الناشئين اللي عنده وبكل الكشافين اللي عنده وبكل الامكانيات اللي عنده، انا مش قادر اجيب فرود او اجيب فرود اطلع فرود من قطاع الناشئين، لان اجيب فرود دي ما هو اشترى محمد شريف واشترى شادي حسين واشترى اي مهاجم بيطلع في اي نادي وعنده بيرسيتاو طبعا. كابتن اسامه عبد العزيز نجم النادي الاسماعيلي ونادي القنال ونادي الشهداء، سعدنا وتشرفنا بيك حبيبي ده شرف ليا لك كل التوفيق دايما يا كابتن. اتمنى اكون ضيف خفيف عليك وكده، وبابا مبسوط والله وانا موجود سعدنا معاك. وتشرفنا بيك معانا كابتن. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه والشعب المصري كله طيب. داخلين على ان شاء الله يعني احنا في نص شعبان تقريبا وداخلين على شهر رمضان، ربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير وكل سنه وانتم طيبين، ودايما اكون ضيف خفيف عليكم وببقى سعيد معانا دايما يا كابتن. حبيبي يا دكتور. شكرا يا كابتن. كل سنه وانتم طيب وانت بالصحه والسلامه. مشاهدينا الكرام بنشكركم على المتابعه.